وما الذي يعجزنا؟ إنما هو الحجاب الكثير، هو ملء القلب بما يصرفه عن الرب، وشغل الضمير والبال بما فيه المضرة في المآل والحال. إنما هو العجز القبيح والخلود إلى الأرض وموت الهمة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنفر الهمم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تكن ضعيف الهمة، فضلا عن أن تكون ميتها. لما لا تنافس في أمثال هذه الأحوال؟ لما تقنع بالدون عما هو فوق السحاب، بل هو في النجوم؟ لماذا تؤثر الدنيا على الآخرة؟ لماذا لا تتغير؟ ما الذي يمنعك؟ أتشك في كلام ربك؟ ألا لا إيمان لك؟ ألا تصدق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ أأنت في ريب وشك من الموت؟ ألا توقن أنك ستموت؟ ومن نظر إليك بعد 3 وجد حدقتين قد سالتا على وجنتيك، وانقد بطنك عما فيه من الأذى والخبى، وأول ما ينزل من الإنسان بطنه. ألا توقن بأنك صائر إلى ذلك؟ لماذا تشغل بأمثال هذه الألاعيب التي هي بالصبيان أليق؟ لماذا لا تكون رجلا مسلما بصدق وحق؟ ما الذي يمنعك؟ وما الذي يعجزك؟ لما لا تتوب إلى الله؟ ولما لا ترجع إليه؟ ولما لا تتبع رسول الله وتخلص في المتابعة له؟ قعدت بك شقوتك؟ استعذ بالله ربك.